السلام عليكم. عمرك فكرت في يوم ان شخص عربي زيه وزيك بالظبط غير مجرى التاريخ تماما؟ مين هم الناس اللي خرجوا من وسط الصعوبات والتحديات وقدروا ان هم يوثقوا اسمهم في التاريخ؟ ازاي شخص زي ابن الهيثم بالنظريات بتاعته البسيطة في الضوء قدرنا نوصل لابداع جامد جدا دلوقتي في الكاميرات؟ ولا خالد بن الوليد اللي كان عسكري في صفوف جيش الاعداء ضد الاسلام وتحول من بعدها لقائد عسكري اتكتب اسمه في التاريخ بانه ما خسرش ولا معركة في حياته؟ وازاي الخوارزمي اكتشف أسس الرياضة اللي عليها اتبنت دلوقتي كل التكنولوجيا الحديثة؟ شخصيات عربية عظيمة لازم إنك تعرفها وتفتخر بيها. هنعرف كل ده وأكتر بس بعد الإنترو. أول واحد معانا الحسن بن الهيثم، كان عالم رياضيات وفيزياء وفلك وبيتسمى بأبو علم البصريات. اتولد سنة 965 ميلاديا وتوفى سنة 1040 ميلاديا. ابن الهيثم كان أول واحد شرح فكرة الكاميرا، فكرته الأساسية اللي اتبنى عليها اختراع الكاميرات اللي بنستخدمها النهاردة. كمان كتب كتاب اسمه المناظر، وده كان المرجع الأساسي لعلم الضوء. فسر ازاي احنا بنشوف الحاجات، وأثبت إن العين بتستقبل الضوء المنعكس من الأجسام اللي قدامها. كانوا زمان مفكرين إن الضوء بيطلع من العين بيقع على الحاجة وبعدين احنا بنقدر نشوف الحاجة دي. اخترع كمان ادوات بسيطة لرصد النجوم والكواكب، وصحح مفاهيم غلط زي ان القمر بينور من نفسه وهو اللي اثبت انه انعكاس لضوء الشمس. اختراعات ابن الهيثم ساعدت جدا في تطوير الكاميرات والتلسكوبات والعدسات والنضارات والعدسات الطبية. اسمه بيتذكر لحد النهاردة كواحد من اعظم العلماء في العالم. تاني واحد معانا القائد صلاح الدين الايوبي، من اعظم القادة في التاريخ واللي اتكتب اسمه بحروف من ذهب لحد وقتنا هذا. من اهم انجازاته هو تحرير القدس من ايد الصليبيين في موقعة حطين، واسس كمان الدولة الأيوبية، الدولة اللي كانت قايمة على العدل ونشر العلم، وبنى كمان جيش قوي يقدر يدافع عن الأمة الإسلامية. كان معروف بالشهامة والأخلاق حتى مع أعدائه. حتى بعد ما فتح القدس كان بيتعامل مع الصليبيين بكل رحمة وإنسانية، رغم ان معاملتهم مع المسلمين وقتها كانت وحشه جدا لما كانوا محتلين البلد. صلاح الدين مش مجرد اسم في كتب التاريخ، لكنه كان رمز للحكمه والشجاعه والقياده. بيفكرنا دايما ان الامه الاسلاميه لما بتتحد مع بعض تقدر ان هي تعمل انجازات عظيمه مهما كانت ايه هي الظروف. ثالث واحد معانا محمد بن موسى الخوارزمي، عالم في الرياضيات والفلك. هو اللي اكتشف الصفر وضافه لعيله الارقام، ومن بعدها الرياضه بقت اسهل واوضح بكتير. كمان هو اللي اسس علم الجبر وساهم في انتشار الارقام الهنديه في العالم الاسلامي، اللي هي 1 و2 و3 اللي احنا عارفينها دلوقتي. بعدين الارقام دي انتقلت لاوروبا وبقيه العالم كله. عمل كمان اول خريطه جغرافيه صحيحه للعالم كله. الخوارزميات او الالجوريزم اللي احنا بنستخدمها دلوقتي اتسمت باسمه، لان عمله في الحساب كانت الاساس لعلم الحوسبه اللي بنعتمد عليها لحد دلوقتي في التليفونات بتاعتنا وفي الاجهزه التكنولوجيه الجديده. الخوارزمي اثره موجود دلوقتي في كل حاجه بنستخدمها في حياتنا، من اول الجبر اللي بندرسه في المدارس للخوارزميات اللي بنستخدمها في التكنولوجيا الحديثه دلوقتي. اسمه ارتبط بالابداع والتطور وفضل رمز للعلم عبر التاريخ. رابع واحد معانا سيف الله المسلول، خالد بن الوليد. ده بقى حرفيا عايز فيديو كامل لوحده. كان من اشد الناس عداوه للدين الاسلامي في الاول، وما خسرش ولا معركه في حياته. حتى المعركه الوحيده اللي دخل فيها قدام المسلمين في غزوه احد فاز بيها برضه. عندك كمان في معركه مؤتة بعد استشهاد القاده الثلاثه للمسلمين هو اللي تولى قياده الجيش رغم تفوق جيش العدو في العدد. لك ان تتخيل ان الخطط بتاعته لحد دلوقتي بتدرس في اكبر الاكاديميات العسكريه في العالم. لا لازم يتعمل له فيديو لوحده، انا مش هكمل. اهم الشخصيه معانا عباس بن فرناس، عالم ومخترع من الاندلس. اهم انجازاته انه اول شخص يحاول الطيران بشكل عملي. صمم جناحين كده من الخشب والحرير وريش الطيور ونط بيهم من مكان عالي. التجربه بتاعته نجحت جزئيا وقدر ان هو يطير لوقت قصير كده من الزمن، لكنه ما تمكنش من الهبوط بامان. التجربه دي الهمت الجيل الجديد لتطوير الطيران. كمان اخترع ساعه بتقيس الوقت بدقه، ودي كانت من اول محاولات العرب في انهم يخترعوا حاجه تقيس الوقت بالتكنولوجيا الحديثه. وكان من اول الناس اللي اكتشفت طريقه صنع الازاز من الرمل، واللي بنستخدمه النهارده في النوافذ والنظارات وغيرها من الاستخدامات. عباس بن فرناس من الناس اللي مهدوا الطريق لعلوم الهندسه والطيران. مؤخرا سموا كوكب باسمه كتكريما ليه. العرب كانوا اكتر من مجرد ناس في صفحات التاريخ، وكانوا الصناع للتاريخ نفسه. اكتب لي بقى في الكومنتات ايه اكتر شخصيه ملهمه ليك في الخمسه اللي انا قلتهم لك دول. كمان ما تنساش تتابعني عشان تشوف كل جديد. وبس كده، سلام.